احنا النهارده بنعمل الفيديو ده يا جماعة علشان نراعي الحالة الاقتصادية للبلد ونبدأ نحط بدائل قوية قوي للأكل. في مشكلة واجهتها الفترة الأخيرة لكل المتابعين اللي بيتابعوا معايا على مستوى العيادات. كل ما أكتب صنف من أصناف الغذائية أو المواد الغذائية يقول لي يا دكتور الصنف ده مش متاح، معلش يا دكتور شوف لنا حاجة غيره حاجة غيره. احنا يا دكتور مش عارفين نعمل دايت بسبب عدم تواجد أصناف كتيرة في السوق في الأكل والشرب وغلو أسعارها، يعني بس مش بس عدم تواجدها، لا كمان غلو أسعارها. احنا الدايت بتاعنا بدأ يفشل عشان الأصناف اللي بتساعد الكتلة العضلية كبروتين مش متاحة زي الأول. الأصناف اللي بتساعد نمو الجسم كفيتامينات وخضار وفاكهة مش متاحة زي الأول، وسعرها بقى مبالغ فيه علينا ومش عارفين نتحكم في موضوع زيادة الأسعار. فبالتالي بنبدأ نلخبط ونروح لحاجات اللي سعراتها كتيرة، اللي هي بيكون سعرها رخيص زي النشويات زي الحلويات زي التسالي. انا عايز اقول لكم على حاجه صغيره. بلاش تضيع مجهودك اللي انت عملته، بلاش تضيع النتيجه القويه اللي انت عملتها على مدار الفتره اللي فاتت وانت بتخس علشان انت مش عارف تاخد البدائل ايه. ارجع للطبيب المتخصص اللي بتتابع معاه وهيرشح لك بدائل سهله وجميله علشان نبدا نشتغل عليها ونبدا نقول الحاجات دي هتكون متاحه معاك ولا لا. طيب في بدائل كتيره قوي على فكره موجوده في السوق، موجوده بسعر قليل وسعر مناسب لاحتياجاتك وسعر مناسب لحالتك الاقتصاديه. انا هقول يا جماعه في الفيديو ده اصناف كتيره تقدر تاخدها اثناء فتره الجوع في الشتاء واثناء فتره الجوع بالليل، هي متاحه للدايت ومش هتاثر على الدايت بتاعك في اي حاجه ولا هتاثر على عدم نزول الوزن، وهتكون مفيده جدا ليك. الناس كتير قوي بتواجهها مشكله فكره بالليل بيكون في شهيه مفتوحه كبيره قوي ومش عارف ياخد حاجات تفيد الدايت، فبالتالي بيبدا يلخبط ويروح لطريق تاني خالص. اولا خلينا نتكلم عن البروتينات: فراخ، لحمه، سمك، تونه. دي طبعا 4 اصناف اساسيه لاي انسان. طب ايه البدائل بتاعتهم؟ يا جماعه البيض بديل بروتين قوي قوي. يا جماعه العدس بديل بروتين كويس. الفول ممكن اخد بروتين، هو فول بروتين نباتي بس برضه بديل ينفع عادي، احسن ما اخد عيش ورز ومكرونه. طيب الجبن القريش بديل قوي. اذا كده قلنا فول، عدس، بيض، جبن قريش، 4 اصناف متاحين كبدائل للبروتين نقدر ناخدهم سواء في الفطار او سواء في الغداء. طيب نقدر ناخد ايه تاني حاجات ما تاثرش على الدايت؟ على فكره ال4 اصناف دول بالاضافه للحمه والفراخ والسمك والتونه اقدر اخدها على مدار اليوم بدون اي مشكله، حتى في فترات مسائيه متاخره من اليوم، في اوقات بالليل اللي بيكون فيها نهم وشراهه وجوع كبير قوي نقدر ناخدها ما تاثرش على الدايت. الفواكه اللي هي سكرها ما بيكونش عالي: التفاح، البرتقال، الجوافه، الكمثرى، الكيوي، الاناناس، الفراوله. كل دي اصناف سكرها مناسب ومناسب للدايت، تقدر تاخدها برضه فترات الجوع بتاعت بالليل ما تاثرش عليك خالص. منتجات الالبان بس مش الحليب الكامل الدسم والخالي الدسم، لا. خلينا مثلا نقول الرايب، لبن الرايب ده متاح جدا في الدايت بالليل وتقدر تاخده بكميات كبيره. الزبادي اللايت تقدر تاخده بكميات كبيره. تقدر تاخد كمان عندك الجبنه القريش بالليل تاخدها براحتك. الخضروات، كل الخضار يا جماعه اللي موجود دلوقتي تقدر تاخده بكميات كبيره على مدار اليوم، بس نبعد عن الحاجات اللي فيها سعرات عاليه زي البسله وزي الجزر وزي البطاطس لان دي فيها نسبه نشويات عاليه تاثر على الدايت. اذا احنا كده قلنا حاجات كتيره قوي تقدر تاخدها. كل الاصناف اللي انا عرضتها دلوقتي او قلتها او تم ذكرها تقدر تاخدها على مدار اليوم بكميات مفتوحه ما تاثرش على الدايت بتاعك وتخليك تخس بكل امان وبكل سلامه. فهم يا جماعه الدايت صح، وافهم البدائل بتاعتك وما تزنقش نفسك في حاجات مش متاحه، وما تقولش انا جعان بالليل والاكل اللي موجود في الورقه بتاعت الدايت بتاعي او البرنامج الغذائي مش موجود فهلخبط. اوعى تعمل كده. ارجع للطبيب المتخصص بتاعك هينصحك ويرشدك علشان توصل للطريق الصحيح بتاعك. شكرا.